النعمان اللي هو ثابت ابن النعمان ابو حنيفة، كيف تزوج بأمه؟ يقولون كان يمشي في الشارع في طريق في الكوفة، ومر له على حديقة. يوم مر على الحديقة لقى تفاحة طايحة في الأرض، خذ التفاحة وكل نصفها. يوم كل نصفها قال كيف أنا كليت ثمر مو بلي، الحديقة هذا راعيها والشجرة طالعة من برا، وأنا خذيت ثمرة ليست من حقي. فطق الباب على الحارس وفتح الحارس، قال له من صاحب هذا المكان؟ قال صاحبه فلان يسكن في المكان الفلاني، يعني بينه وبينه مسافة. قال ابغى استأذنه اني اكلت من تفاحة حديقته من غير ما استأذنه. قال مشينا اوديك له. يوم راح يدور راعي الحديقة قال له السلام عليكم. قال عليكم السلام. قال انا مريت من عند حديقتك قبل شوي ولقيت تفاحة طايحة فاكلتها مهي بلي وابغاك تسامحني. جالس يناظر فيه يفكر، قال من انت؟ علم انا فلان الفلاني اللي يسكن بالمكان الفلاني. قال له اكلتها من غير اذننا؟ فرصة. قال ايه؟ قال لا نسامحك يا ابن الحلال، ادفع لك فلوسها اللي اشتغل عندك بدالها. قال لا اسامحك. قال يا ابن الحلال، قال القى الله يوم القيامة واسألك عنها. قال يا رجل اتق الله تفاحة. قال خلاص انا بوافق بشرط. قال وش هو؟ قال ازوجك بنتي. قال هذه حلوة، هذه ما يحتاج تشترط علي، تزوجني بنتك اخذ تفاحة قال نعم ازوجك بنتي. قال وافقت. قال لكن عندها مشكلة. قال وش مشكلة بنتك؟ قال مشكلتها انها عمياء وانها صماء وانها بكماء وانها كسيحة ما تتحرك. قال لا حول ولا قوة. انت وش بتسوي انت؟ قال عمياء وبكمة، لا طرمة، لا تتكلم ولا تسمع ولا تشوف ولا تقدر تقوم، كاملة. يقول قلت له يا رجل، قال تريد ولا يوم القيامة؟ قال مين مشكلة، وافقت، لكن ما عندي بيت ولا استعديت. قال الليلة انا اجهز لك وادخلك على المرأة على سنة الله ورسوله. المهم الرجل عقد قرانه وكتب عليها ودخل وهو خايف مستسلم. هذا ابو حنيفة. يقول فلما دخلت من باب السنة، يقول انا اعرف انها عمياء وبكمة على كلام ابوها، قلت السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول قالت وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يقول وقفت المرأة ومدت يدها، يقول تكلمت وشافت وسمعت وناظر ولا واحدة ما شاء الله جميلة. قلت أنت بنت هالرجل؟ قالت نعم. قال أبوك يوم جيت قبل شوي قال لي عمياء بكماء صماء ما تتحرك كسيحة. قالت أنا أعلمك، أما قوله أني عمياء فأنا عيني لا ترى إلا الحلال، أنا عيني عمياء عن كل حرام. يا سلام لو الرب ينفسنا على المبدأ يا شباب. والله لو يتربى الإنسان أن يكون أعمى عند كل حرام سيرى النور الحقيقي، النور. قالت وأنا لا أسمع صماء، ما أسمع كل شيء حرمها الله سبحانه وتعالى. وأما أنني بكماء فأنا لا أتكلم إلا بما يرضي الله. وأما أني كسيحة والله لا أتحرك من بيتي هذا إلا إلى بيت الله فقط للصلاة. يقول فلما دخلت بهذه المرأة